المحيط. يعني البترول بيتكون تحت المحيطات، بس لو بيتكون في المحيطات ازاي موجود كتير في الخليج العربي اللي هو دلوقتي كله صحراء؟ ما هو كل الصحراء دي كانت في يوم من الايام جزء من محيط من 100 مليون سنه، والمحيط ده كان اسمه تيسيس. الانهار اللي كانت بتصب في المحيط ده كانت غنيه بالمعادن، وعشان كده الميكروبات كانت بتعيش فيه بكميات كبيره. ولما البقايا الميته بتاعه الميكروبات دي بدات تترسب في قاع المحيط، طبقات الملح والطين اترسبت فوق منها. ومع استمرار العمليه دي واستمرار الترسيب، الضغط زاد على البقايا دي وتحولت لبترول سائل وغاز. واستمرار عمليات الترسيب دي لملايين السنين وصل سمك الصخور الرسوبيه في المنطقه دي ل 12 كيلو متر، ودي مسافه كبيره، يعني احتماليات تواجد المواد البتروليه بيزيد بشكل كبير. وزود على كده كمان طبيعه الصخور والتراكيب الجيولوجيه الموجوده في المنطقه، فيها طبقات رسوبيه عاليه المسميه، يعني فيها فراغات كبيره زي الحجر الجيري والدولومايت. البترول والغاز هيبقى سهل انه يتجمع